المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإرترية، نستهلها بالعناوين. جمعية التمريض الإرترية تعقد مؤتمرها ال17. توضيحات حول إجراءات امتحان الشهادة الثانوية وإدارة الوقت في مدرسة وارساي كاولا بيساوا. تدريب لتعزيز المهارات الأساسية للطلاب في إقليم عنسبة. ترامب يتوعى شريان النفط الإيراني وصواريخ من لبنان تضرب شمال إسرائيل. الرئيسة الفنزويلا بالوكالة تطلب من ترامب برفع العقوبات الأمريكية. وكوريا الشمالية تطلق نحو 10 صواريخ باليستية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت جمعية التمريض الإرترية مؤتمرها ال17 في أسمرة اليوم 14 من مارس تحت شعار فلننهض بالجمعية لصحة مجتمعنا. وصرح رئيس الجمعية الممرض جبر ميكائيل عند ميكائيل بأن الممرضين هم عماد النظام الصحي ويؤدون دورا محوريا في ضمان صحة المجتمع، وأن الجمعية تعمل على جسور التواصل والتنسيق مع الجمعيات الطبية الأخرى من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة في البلاد. وعرضت جمعية التمريض برامجها والتحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، وأكدت خططها لتعزيز فعالياتها في المستقبل. كما أكدت على ضرورة العمل الجاد لترسيخ هذه القيم المهنية، إذ يعد الانضباط والمثابرة من أهم سمات مهنة التمريض. وبعد إبداء آرائهم حول التقارير والمحاضرات المهنية، جدد المشاركون التزامهم بتعزيز جمعيتهم وأنشطتها لخدمة مجتمعهم بتفاني وإخلاص. وقال رئيس جمعية الأطباء الإرترية الدكتور مسماي جبر هيوته إن جمعيتهم ستبذل قصارى جهدها لدعم جمعية التمريض الإرترية في مساعيها للنهوض بأنشطتها. يذكر أن جمعية التمريض الإرترية هي جمعية مهنية تأسست في العام 1992. قامت الدكتورة بسرات جبرو مديرة مركز الامتحانات في المعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث بشرح إجراءات امتحان الشهادة الثانوية وإدارة الوقت خلال الامتحان لطلاب مدرسة وارساي كالو في سوا بالدفعة 38 من الخدمة الوطنية. وفي الشرح الذي قدمته اليوم 14 من مارس، أوضحت الدكتورة بسرات الاحتياطات التي يجب على الطلاب اتخاذها، بدءا من كتابة أسمائهم كاملة بشكل صحيح، وطالبتهم بعدم الانزعاج واستغلال الوقت جيدا في الإجابة على الأسئلة والحضور مبكرا لموقع الامتحان. وبعد توضيح المواد المسموح والممنوع على الطلاب إحضارها أثناء الامتحان، ذكرت الطلاب والمشرفين بضرورة الالتزام بالقواعد وملء بطاقة الامتحان. كما ذكر قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي جدي الطلاب بضرورة الاستفادة القصوى من المعلومات والتوضيحات المقدمة لهم. هذا وستجري امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026 في مراكز الامتحانات داخل البلاد والمملكة العربية السعودية، وذلك في الفترة من 16 إلى 22 من مارس، وسيشارك فيها 21,803 طالب، بينهم 48.7% من الإناث وفقا للمعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث. في غضون ذلك تخضع مدرسة وارساي كالو لأعمال ترميم أساسية للمباني والبنية التحتية. وقال النقيب تسفاسين تولدي رئيس قسم البناء في مركز تدريب قوات الدفاع الإرترية إن العملية بدأت منذ 10 من مارس الجاري، وأن 214 مبنى قيد الترميم. قدم في مدينة كرن يومي 11 و12 من مارس تدريب يهدف إلى تعزيز المهارات الأساسية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك بمشاركة معلمي لغة الأم ومسؤولي التعليم الأساسي والمشرفين التربويين القادمين من مختلف الأقاليم. وأوضح خبير التدريب والبحوث في وزارة التعليم الدكتور بيطرس ولدو أن الهدف من هذا التدريب هو إيجاد فهم مشترك حول الدليل التعليمي أعد لمساعدة التلاميذ وفق مستوى كفاءاتهم الفعلية، وليس فقط بحسب الصف الدراسي الذي يدرسون فيه.
ويتضمن الدليل أدوات لتقييم مستوى التلاميذ من الصف الثالث حتى الصف الخامس، إضافة إلى أسئلة وأنشطة وقصص تعليمية تهدف إلى تطوير قدراتهم التحليلية وتعزيز مهارات التعلم لديهم. وأكد الدكتور بطرس أن التعليم الأساسي يشكل القاعدة لتحقيق نتائج تعليمية أفضل، مشددا على أهمية العمل المشترك لتحديد التلاميذ الذين يواجهون صعوبات تعليمية وتقديم الدعم المناسب. من جهتهم أشار المشاركون في التدريب إلى أن البرنامج يسهم في معالجة الفجوات التعليمية لدى الطلاب ويعزز كفاءة العملية التعليمية. في ختام التدريب دعا المشاركون إلى اهتمام مبكر للتحديات التي قد تعيق تنفيذ البرنامج، مثل نقص المعلمين وقلة الفصول الدراسية والوسائل التعليمية، حتى لا تؤثر على تحقيق أهداف الخطة التعليمية. وصلت أعمال إنشاء مشروع مياه شرب قرن معر في ضاحية عد لجة في مدينة الدغيح إلى 90%. وقال المهندس دخل وين زايد المشرف على المشروع الذي ينجز عبر قوات الدفاع والشعب إنه تم الانتهاء من حفر البئر ومد 600 متر من الأنابيب. وأوضح قائد اللواء المشارك في العمل حقوس أبراهام أن مساهمة قوات الدفاع جزء من مسؤولياتها الوطنية، وأنهم يبذلون أيضا قصارى جهدهم لتأمين إمدادات الطاقة في المنطقة. وأكد أفراد قوات الدفاع وسكان قرية قرن معار عزمهم على العمل بجد لإنجاز المشروع قبل حلول فصل الشتاء. وتقع قرية قرن معار على بعد 17 كيلومترا جنوب غرب مدينة الدغيح. اختتمت فعاليات أسبوع تنظيم الشباب والطلاب في مدينة سجنيت الذي استمر شهرا كاملا في 11 من مارس الجاري تحت شعار التنظيم المجتمعي أساس كفاءة شبابنا. وقد شملت المسابقات التي أقيمت في 18 إدارة الضاحية أعلى مسابقات ثقافية وفنية وتعليمية. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مدينة سجنيتي الشاب محرت أب عند مريم بأن هذه المسابقات تعد منصة لاختبار ميول الشباب وقدراتهم. وفي المناسبة تم منح جوائز عندما سولي 81 طالبا ممن حصلوا على درجات بلغت أكثر من 80% في الامتحانات الوطنية. وفي كلمته في المناسبة أكد مدير مدينة سجنيتي السيد عبد القادر حج علي أن لهذه الأنشطة فوائد متعددة وسيتم العمل على تطويرها وتحسينها مستقبلا. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد على الصعيد العالمي. تدخل المواجهة الأمريكية الإسرائيلية المباشرة مع إيران على وقع تصعيد غير مسبوق وتحولات ميدانية متسارعة، حيث أعلنت طهران عن تطور استراتيجي بإخراج حاملة الطائرات الأمريكية من الخدمة. وتوعد مقر خاتم الأنبياء الإيراني بضرب مصادر النيران في موانئ الشحن ومخابئ العسكريين الأمريكيين في الإمارات، معلنا أن من حقه استهداف مصدر الصواريخ في تلك المواقع. ميدانيا أن الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 110 مقار ومراكز قيادة وتخطيط تابعة لحزب الله في بيروت وجنوب لبنان لتقويض قدراته العسكرية. وفي المقابل واصل حزب الله استهدافاته الصاروخية التي ضربت مستوطنات حتسور هاجليليت ومواقع في الجليل الأعلى، ما أسفر عن أضرار جسيمة في المنازل والمركبات. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشريان النفط الإيراني في جزيرة خارك الاستراتيجية، مؤكدا تدمير الأهداف العسكرية كافة فيها، وهو ما نفته طهران، مؤكدة إعادة تفعيل منظومات دفاعها الجوي وإسقاط مسيرة أمريكية في بندر عباس. وفي غضون ذلك أعلنت وزارة النفط العراقية أن توقف التصدير عبر مضيق هرمز بسبب الأحداث الجارية أجبرها على البحث عن بدائل، تزامنا مع تعرض سفارة أمريكا في بغداد لهجوم أدى لتصاعد أعمدة الدخان من داخل المنطقة الخضراء. طلبت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز من دونالد ترامب برفع العقوبات الأمريكية التي تؤثر على الشعوب خلال مراسم استقبال في كاراكاس لوفد من الوزراء الكولومبيين. وقالت رودريغيز بعد يوم من الإلغاء رحلتها التي كانت مقررة إلى كولومبيا لأسباب أمنية
إن الإجراءات القسرية الأحادية ضد شعب فنزويلا تؤثر على شعوب أمريكا اللاتينية. وأضافت كما أنها تؤثر على اقتصاد كولومبيا واقتصاد فنزويلا وعلى شعوبنا. وفرضت الولايات المتحدة حظرا على النفط وعقوبات على فنزويلا عام 2019 بعد الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها الرئيس نيكولاس مادورو 2018 والتي قاطعتها المعارضة. وبعد القبض على مادورو في يناير الماضي خففت واشنطن العقوبات. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت 12 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي، وذلك في الوقت الذي تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية الربيعية الرئيسية. وأفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة سونان، ويعد هذا ثالث إطلاق للصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية هذا العام. وقالت الهيئة إن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على حالة تأهب قصوى مع تبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية بشكل وثيق مع الجانبين الأمريكي والياباني، ومراقبة الوضع عن كثب تحسبا لأي عمليات إطلاق إضافية حسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إن مهمتها أرتميس 2 لإعادة البشر إلى القمر قد تنطلق في مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك بعد سلسلة من التأخيرات. وكان إطلاق مهمة أرتميس 2 في الأصل مقررا في فبراير، ولكن تم تأجيلها عدة مرات بسبب عقبات تقنية. ومن المتوقع أن تبدأ محاولة الإطلاق يوم الأربعاء الأول من أبريل، على أن تتم محاولات إضافية للإطلاق خلال الأيام الستة التي تلي ذلك الموعد. وبحسب خطط ناسا ستدور مهمة أرتميس 2 حول الأرض، ومن ثم تغادر المدار في اتجاه القمر دون أن تهبط عليه قبل أن تعود إلى الأرض وتهبط في المحيط. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذه الفترة إليكم أبرز العناوين. جمعية التمريض الإريترية تعقد مؤتمرها 17. توضيحات حول إجراءات امتحان الشهادة الثانوية وإدارة الوقت في مدرسة وارساي كالو بيساوا. تدريب لتعزيز المهارات الأساسية للطلاب في إقليم عنسبة. ترامب يتوعد شريان النفط الإيراني والصواريخ من لبنان تضرب شمال إسرائيل. الرئيس الفنزويلي بالوكالة تطلب من ترامب رفع العقوبات الأمريكية. وكوريا الشمالية تطلق نحو 10 صواريخ باليستية. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.